بنبدأ فيلمنا مع بطلنا واللي بيكون بيمسح دم من على الأرض، بس مش بنكون عارفين ايه اللي حصل، وبيكون مسافر على متن القطار مع جماعة، وبيجي راجل يديهم التعليمات وبيبان إن في حاجة مش مظبوطة، وبيقول لهم إنهم لو اتسألوا أي سؤال يقولوا إنهم مش بيعرفوا إنجليش وهيعدوه، وبيقول لهم أما تنزلوا ما تمشوش مع بعض عشان يقدروا يعدوا مكتب الجوازات وما يكونوش ورا بعض، وبيقول لهم على المكان اللي هيتقابلوا فيه، وبيروح البطل عشان يعدي مكتب الجوازات وبيكون متوتر قوي بس بيعدي من غير أي أسئلة، وبيتقابلوا في المكان اللي كانوا متفقين عليه وبيوزع عليهم الجوازات اللي بتكون مزورة أصلا، وبيسألوا البطل عن مكان معين يوصلوا ازاي، فبيقول له ايدك على 40 دولار الأول، فبيوافق وبيقول انه هيديله الفلوس اما يوصلوا، واما بيجي يحاسبه بيكون في ورقة منهم عليها دم، ولحد الآن مش بنكون عارفين ايه اللي بيحصل مع البطل، ولا ليه هو مسافر بباسبور مزور، ولا ليه الفلوس عليها دم، ولا ليه كان بيمسح دم من على الأرض في أول الفيلم، وبيبان عليه ورقان، وبيديله ورقة وبيقول له انه لو عايز يرجع الصين يكلمه، بس البطل بيرميها وبيبان عليه انه شاف الويل هناك ومش عايز يرجع تاني، وبيكون المكان اللي راحه البطل عشان يقدم طلب اعتراف بحالة لجوء كلاجئ، وما بيوصل عشان يقدم الاستمارة بيكون مش عارف يتواصل معاها ولا فاهم هي بتقول ايه، وبتشاور له على مكان يروح له عشان يشوف مترجم، وبيقابل المترجمة واللي بتقول انه محظوظ قوي لانه في العادة بيستغرق حوالي شهرين عشان يقدم طلب، وبيبدأ يملي الاستمارة بمساعدة المترجمة واللي بتقول له انه لازم يكون فاكر اسمه وتاريخ ميلاده والجنسية بتاعته، وبيبدأ يديهم المعلومات واللي بيكون من ضمنها جنسيته واللي بيكون انه من كوريا الشمالية، وبيقول لهم ان اللي جاب له جواز السفر هو خاله، فبتسأله ازاي كان بيصرف على نفسه في المدينة ايام ما كان عايش هناك وهو مش شغال، فبيكتفي انه يقول لها مامته، وبنرجع للماضي ايام ما كان عايش البطل مع مامته قبل ما يسافر، وبتكون مامته رايحة تشتغل بدوام اضافي عشان تجمع قرشين زيادة، وبيقعد يتأسف لها عشان هو كبير زي الشحط وهي بتطلع تشتغل، وبتقول له طالما هو بصحة كويسة هي مش عايزة حاجة من الدنيا وانه ما يقلقش عليها، وبيطلع ان البطل كان دافع عن حد واصل قوي عشان كده هو مستخبي لانه لو اتمسك هيحبسوه، وبتبدأ مامته تشتغل لوقت متأخر قوي فبيقلق عليها وبيروح يقابلها، وفي نفس الوقت بيكون في 2 من الشرطة جايين يسألوا عنه، وبنرجع للحاضر وبيكون البطل بيجاوب آخر سؤال، واللي بتسأله إذا كان هو صيني من أصل كوري، وبيدعوا إن هو كوري شمالي عشان ياخد الامتيازات الزيادة، فبيأكد لها إن هو كوري شمالي، وبيعرف إن في مقابلة تانية بس هتكون السنة اللي جاية، فبيسألها هيعمل إيه في الفترة دي، فبتقول له إنه يدبر نفسه، وبيقعد يتمشى لحد ما بيلاقي فيه سكن ب20 يورو، فبيروح يقضي فيه الليلة، بس بيكون المكان مش أمان فبياخد حاجته وبيمشي، وبيقعد يتمشى لحد ما بيلاقي حمام عام بس بيكون مش عارف يدخل ازاي، لحد ما في واحد بيدخل قدامه فبيدخل وراه قبل ما يقفل الباب، وبيقضي الليلة هناك، بس بيكون الجو برد قوي لدرجة انه بيقعد يدفي نفسه بالمناديل وبتعدي الليلة، وبيقعد يدور على الاكل وميه في الزباله وبياكل بس بيتعب، وبيلمح واحد متشرد بيبيع ازايز الميه الفاضيه وبياخد بدلها فلوس، وبيبدا يجمع الازايز ويبيعها وبيقدر يجيب اكل وميه تعدي يومه، وبيقضي الليل في الحمام، وبيقعد على كده لفتره لحد ما في مره بيلاقي الحمام مغلق فبيقعد يتجول، وبيكون الجو برد قوي فبيلاقي نار وبيقعد يتدفى فيها، بس بيجي شويه مراهقين وبيبداوا يضربوا فيه وبيرموا له حاجته في النار، فبيروح يجيبها وبيكون بردان قوي فبيقعد يتمشى لحد ما بيلاقي مغسله وبيدخل فيها، وبنرجع للماضي لمامة البطل واللي بيكون الشرطيين بيسألوا عنه، فبيجي راجل وبيقعد يتوه في الكلام فبتاخد بعضها وبتمشي، هي خارجة بتقابل البطل اللي بيكون قلق عليها فجاي يقابلها، وبتشوف الشرطة فبياخد مامته وبيطلع يجري وهما بيهربوا في عربية بتدوس مامته، فبيكون في حالة من الانهيار والفزع فبيبدأ انه يصرخ بأعلى صوته لحد ما بيجي خاله واللي بيكون نفس الراجل اللي كان بيتوه الشرطة، فبتقول له مامته انه يهرب وانه يروح لمكان احسن وانه يعيش حياته وهو مرفوع الراس، وبيكون مش عايز يسيبها ويمشي بس خاله بيقول له انه يمشي وانه هيخلوا باله منها وانه ياخد بعضه ويمشي، فبيسمع الشرطة جايين فبيهرب، وبنرجع للمستقبل للبطل اللي بيكون مغمى عليه وبتيجي واحدة تقلبه، وبيروح لمركز الشرطة يقدم بلاغ وبيشوف كاميرات المراقبة فبيلاقي البنت اللي سرقته وقاعدة بيتحقق معاها، واللي بتكون بتكلم حد عشان يجي يدفع الكفالة عشان تخرج، واللي بتقول له انه ما يجيش ياخدها، فبيروح لها وبيسأل عن المحفظة بتاعته فبتقول انها مش فاكرة، بيقول لها ان مصدر الفلوس اللي سرقتها جاي من بيع جثة مامته، وبنرجع للماضي واللي بيكون خال البطل بيديله تذكرة لبلجيكا وشوية فلوس، فبيسألوا عن مصدر الفلوس فبيقولوا انه باع جثمان مامته للمستشفى، فبينهار وبيكون عايز ينهي حياته بس خاله بيمنعه وبيقولوا انه ما ينساش وصية مامته وانه ما يخليش موتها يروح على الفاضي، وبيروح يمسح مكان الحادث اللي مامته راحت فيه وبيكون منهار ومش عارف ايه اللي جاي، وبنرجع للمستقبل وبتيجي اللصة تتساوم معاه وبتقول له انه قول انها ما سرقتش غير 30 دولار بس عشان ما تتحبسش، فبيقول لها انه مش هيك، فبتقول له انه لو ما عملش كده هي صح هتتحبس بس هو مش هياخد فلوسه،
وبتقول له إن لو قال كده هترجع له فلوسه، فبيوافق وبيكلموا مترجم يتفاهم معاه عشان مش بيكون فاهم هما بيقولوا ايه. اما اللصة فهي كورية عشان كده كان بيفهم هي بتقول ايه، وبيوفي بالاتفاق اللي بينهم فبيخرجوا، وبتقول له انه يمشي وانها هترجع له فلوسه، فبيقول لها انه مش اهبل وانه مش هيسيبها غير لما ترجع له فلوسه الاول، لانها في الاول وفي الاخر لصة يعني. وبيجي والدها وبيكون عايز يديله تعويض عشان يخلص الموضوع، وبيكون راجل غني بس هي بترفض وبيبان انها على خناق معاه وبتسيبه وبتمشي. وبيروح معاها المكان غريب، فبتقوله انه يستناها حوالي 10 دقايق، فبيكون رافض في البداية بس بيستنى. وبتنزل وبتروح لراجل واللي بيكون معاه الفلوس، وبيكون بيلعب رماية، بس ده مش بيلعب رماية عادية زي بقية الناس، ده بيلعب رماية على البشر. وبتكون اللصة بتوجهه ازاي يصوب صح من غير ما يسيب الراجل، وبيبان انها شاطرة في الرماية. وبتقوله انه يرجع لها الفلوس، فبيرفض وبيقولها انه مش هيرجع لها الفلوس غير الاسبوع اللي جاي اما تيجي تلعب مسابقة رماية ضد واحدة هولندية، وانها لو فازت هرجع لها الفلوس. فبتوافق، واما بتقول للبطل ان الفلوس مع واحد صاحبها وانها هترجع له الفلوس الاسبوع الجاي، فبياخد بعضه وبينزل المكان اللي كانت فيه وبيقعد يتخانق عشان ياخد فلوسه. فبتنزل وراه وبتقوله انهم لو مشوش دلوقتي هيقتلوا عادي، وان الناس دي مفيش قلبها رحمه، وبتوعده انها هترجع له الفلوس الاسبوع اللي جاي. فبيمشي معاها وبيروح بيتها وبيسالها انها جت بلجيكا امتى، فبتقوله انها جت لما كانت صغيره، وبيكون في حاجه واحده مشتركه بينهم وان هما الاتنين مامتهم متوفيه. وبتساله هو بيعمل ايه عشان يصرف على نفسه، فبيقولها انه بيجمع الازايز وبيبيعها، مش زي ناس هنا مقضيها سرقه، وكان بيلقح عليها وش. وبتكتب له عنوان وبتقول له انه هيلاقي شغل هناك، بس يقول لهم انه تبع والدها. فبيقول لها انه ازاي هيروح تبع والدها وهو باللبس ده، فبتديله لبس من عندها وبيشكرها وبياخد بعضه وبيمشي. وبيقول لها انها ما تنساش توفي بوعدها، وبيروح المكان اللي كتبته له وبيتقبل، بس بيغيروا له اسمه وبيكتبوا انه صيني من اصل كوري، وبيعرفوا الراجل بواحده برضه صينيه من اصل كوري، وبيقول له انه لو عايز حاجه يبقى يسالها عشان هي اللي بتفهم لغته كده يعني. وبيكون الشغل عباره عن لحوم مجمده، وبيكون الشغل ماشي كويس لحد ما في مرة بيكون البطل بيحط اللحمة في التلاجة الكبيرة وبيتقفل عليه الباب، فبيبدأ يصرخ ويزعق بعلو صوته لحد ما بتيجي البنت الصينية من أصل كوري وبتفتح له، وبتقوله إنه يقدر يفتح الباب من جوه من الزر الأخضر، واللي بيكون في شلة بيتراهنوا هيغيب قد إيه عمل ما يطلع. فبتزعق لهم وبتقوله إنه ياخد باله منهم، وبيتفتشوا وهم مروحين للسكن اللي تبع الشغل، وبيشوف الصينية اللي من أصل كوري وهي سارقة لحمة، مع إنها بتكون اتفتشت زيهم عادي بس هي ما بتتقفش. فبتعرف إنه شافها فبتعزمه على الأكل، فبيسألها هي بتسرق ليه، فبتقوله إن الأجر اللي بياخدوه ما بيكفيش حاجة، وهي شايفة إنه من حقها إنها تسرق، واللي ما بيسرقش هو اللي متخلف بقى، وإنها كده كده بتبعت الفلوس للصين عشان بتعالج بنتها. وبتقوله إنها زهقت من أكل اللحمة، وإنها لو عليها هتاكل أي حاجة تانية غير اللحمة. وبتروح اللصة للمسابقة وبتبدأ تلعب، بس مش بتكون مركزة وبتبدأ تفتكر في الماضي، بتفتكر والدتها واللي بتكون تعبانة وبتتوفى، بس بتكتشف بعدين إن والدتها ما توفتش وإنها تقتل قتل رحيم بموافقة والدها، عشان كده بتكون متخانقة مع والدها. وبنرجع للحاضر للصة واللي بيجيلها الراجل اللي بتكون مديونة ليه، عشان كده بتلعب رماية، وعشان كده عطت المحفظة بتاعة البطل ليه عشان تسد ديونها، وبيقولها انها مش مركزة وبيديها مخدات، وبتطلع المسابقة وبتكتسح الدنيا وبتفوز وبتاخد المحفظة، وبتستنى البطل عند السكن بتاعه وبتديله المحفظة بتاعته وبتمشي، ولكن بيجي وراها البطل وبيقولها انه عايز يعزمها على الاكل، وبيقعد يطبخ، وكل ما يلاقي حاجة ناقصة يروح للجارة اللي هي البنت الصينية من اصل كوري، بيعاملها معاملة السوبر ماركت بالظبط. يعني مرة يقول لها ما تجيبي شوية لحمة من اللي انتي سرقاهم، ومرة تانية يقول لها ما تجيبي شوية معجون طماطم اصل خلص، بس هي بتسهل عليه وبتروح له المرة التالتة وبتقول له خد شوية الطبق والمعالق دول بس تجيبهم مغسولين يا معلم، وبيطبخ لها وبيقعدوا ياكلوا وبيعجبها الاكل قوي، وبنقدر من هنا نقول عليها البطلة، وبتشكرها على الاكل وبتاخد بعضها وبتمشي، بس بيصر انه يجي معاه، وبيكونوا لسه هيخرجوا فبيسمع صوت الراجل اللي صاحب السكن، وده لو عرف ان عنده ضيوف عيني العاشته، فبيبدأ انه ينادي عليه، فبتطلع البنت الصينية من اصل كوري وتزعق له وبتقوله انه يبطل ازعاج عشان مش عارفة تنام، فبيمشي وبيروح البطل يحضر المقابلة التانية، وبيدي لهم الصورة الوحيدة اللي كانت معاه، وبتقول له انهم اتصلوا بالمستشفى وان المستشفى نفت الكلام اللي قاله، فبيقول لها مفيش مستشفى هتعترف على نفسها انها بتشتري جثث، وان الحاجات دي بتحصل في الخفا، فبتقول له انهم لازم يثبتوا الجنسية بتاعته بطريقة تانية، وبتقول له انه لو ما اتقبلتش الصورة اللي قدمها كدليل فهيتم ترحيله للصين، فبيكون زعلان قوي لان دي الحاجة اللي بيهرب منها، وبيروح للصينية من اصل كوري وبيسألها ازاي عرفت انه من كوريا الشمالية، فبتقوله ان لكنته واضحة قوي، فبيسألها اذا ممكن تشد صلحه في المحكمة، فبيوافق وبيشكرها وبيداري عليها وهي بتسرق لحم، وبتقوله انه لو عايز يشكرها بجد يجيب لها اكل بحري، فبيروح يجيب وهو مروح بيخبط بالغلط في واحد يكون شارب وبيبدأ يضرب في البطل هو واحد صاحبه، والناس بتصوره والشرطة بتمسكه، فالبطل وهي بتقلب في السوشيال ميديا بتشوف صورته
وبتروح لمركز الشرطة، فبيقولها إنها مش هينفع تقابله بما إنها مش من قرايبه ولا حتى محاميته. فبيجي والدها وبيدفع الكفالة وبيطلعه، ووالد البطلة بيديله كارت المحامي وبيقوله إنه يتواصل معاه بخصوص فحص اللاجئين، وبيقوله إنه يبعد عن بنته لأنها مش متزنة وهو مش مناسب ليها، هو مش هيقعد كل يوم يلمها من الأقسام. فبيزعل البطل قوي وبيكون بياكل وبيبدأ إنه يتخيلها جنبه، وبيقابل المحامي وبيروح الجلسة. وبتكون الصور اللي قدمها اترفضت، إنه ممكن يكون أخدها كسائح وإنها مش كافية عشان تأكد جنسيته. وبيجي الشهود وبيكون الشاهد الأول الراجل اللي ساعده يقدم الشغل، وغير له اسمه وادعى إنه صيني من أصل كوري. فبيشهد إن استمارة العمل اللي قدمها بتحتوي إنه هو اسمه صيني وجنسيته صينية، مع إن هو اللي عاملها له عشان يتقبل في الشغل. وبيكون البطل مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبتيجي الصينية من أصل كوري تقدم إفادتها وبتقول إن الصيني من أصل كوري مش كوري شمالي، وإن ادعى إن هو كوري عشان يستفاد بالامتيازات الزيادة. فبيكون مش عارف هما بيعملوا كده ليه، وبيروح لها الشغل وبيسألها هي عملت كده ليه، بس مش بتجاوب. هو بيقعد يزعق وبيسيبها وبيمشي وبيترفد من شغله. فبيروح للبطلة بس بتقوله إنها مش فاضية وإنه يمشي، عشان بيكون عندها الراجل بتاع مراهنات الرماية اللي بيكون عايزها تلعب مباراة تانية وبيهددها بالبطل. وبتروح تدور عليه في السكن بتاعه والشارع بس مش بتلاقيه. وبيكون البطل اشتغل في مطعم بيغسل اطباق وراجع يبات في الحمام تاني. وبتروح البطلة المسابقة بس مش بتكون مركزة فبتخسر. فبيتدين الراجل بتاع المراهنات، فبيقعد يزعق لها بس بتسيبه وبتمشي. وبتروح الصينية اللي من أصل كوري تقابل البطل، بتعتذر له وبتقوله إنهم لو عرفوا إن الورق اللي قدم بيه على الشركة مزور فالشركة هتتقفل، عشان كده اتقال لهم يقولوا كده، وعشان كان رئيس الشركة وعدها إنه هيجدد لها التأشيرة بس موفاش بوعده، وإنها هتترحل على بلادها. بس البطل مش بيهتم وبيسيبها وبيمشي. وفي مرة بيكون عند المحامي فبيشوف دعوة بحضور ذكرى وفاة وبيشوف اسم الابنة وبيعرف إنها مامة البطلة. فبيروح وبيقابل والدها وبيقول إنه جاي يساعد بأي حاجة وإنهم ساعدوه كتير فجاي يرد الجميل. وبتبدأ ذكرى الوفاة وبتيجي البطلة واللي بتكون شاربة وبتبدأ إنها تزعق لأنها بتكون شايفة إن والدها هو سبب وفاة مامتها، اللي بتقوله إنه عازم الناس وعامل ذكرى الوفاة عشان شكله قدام الناس بس مش أكتر، وإنه ما بيفكرش في مشاعرها. وبتكون عايزة تنهي حياتها بس بيلحقها البطل، فبتمشي وبيروح وراها وبيلاقيها فاتحة الغاز وقاعدة بتتعاطى مخدات وبيحاول إنه يمنعها بس مش بتسمع كلامه. وعشان تبطل تعاطي فالبطل بيتعاطى وبيكون هيودع بس بتلحقه بمصل. واما بيصحى بيقول لها هو ده الزفت اللي بتاخديه عشان تنبسطي؟ بيقول لها انه لو شافها بتتعاطى تاني فهو هيعمل نفس اللي عمله. وبيرتبطوا وبيكونوا حلوين قوي مع بعض. وبيكون رايح يحضر الجلسة الأخيرة فبيلاقي في جواب مبعوت له من البنت الصينية اللي من أصل كوري، بتقول له فيه إنها لقت جريدة متكلمة عن حادثة مامته زي ما وصفها ومكتوب إنها كورية شمالية، فبياخدوا كدليل يقدموا للمحكمة. وبيجي اتصال للبطلة من الراجل بتاع مراهنات الرماية وبيقول لها إنها تيجي دلوقتي قال هيقتل البطل. فبتقول للبطل إن في عمال سباكة قدام الشقة وهي هتروح تفتح لهم وتيجي ومش هتغيب. وبيقعد طول الجلسة مستنيها إنها تيجي، وبيبدأ يربط الأحداث مع بعضها وبيعرف إنها في خطر فبيسيب الجلسة وبيروح لها. وبيكون الراجل بتاع مراهنات الرماية مديون لواحد فبيقوله إنه مش عايز الدين وعايز البطلة تلعب لصالحه الموسم كامل. فالتاني مش بيعجبه الكلام فبيروح قتله وبيقول لها إنها كده كده معاه فتهرب معاه لأنهم هيدوروا عليها. وبيجي البطل وبيبدأ يتخانق معاه لحد ما البطلة بتضربه ببتاع الرماية فبيقعوا وبيهربوا. وبيقول لها البطل إنها مش محتاجة غير جواز سفر وشوية فلوس وإنها تكلم والدها وبتقوله إنها مش هتمشي من غيره. فبيقول لها إنها لازم تمشي من هنا لأنها مش هينفع تبقى، أما هو فملهوش حق البقاء ولا الرحيل. وبياخدها على المطار وأما بتوصل المطار بيقول لها باباها إنه أدرك متأخر إن البطل هو أحسن شخصية اتعرفت عليه، وبتقوله إنها آسفة إنها كانت عايزة مامتها ترتاح من عذابها وفي نفس الوقت عايزها جنبها. وبيطلع إن مامة البطل كانت عارفة إنها لو كانت عرفت بقتلها كانت هتقعد تلوم نفسها، عشان كده قالت لوالدها إنه ما يقولهاش. وبيكون ده فعلا اللي حصل وإن باباها ما كانش بيخبي عليها. وبتودع البطل وبيقول لها إنهم في يوم من الأيام هيتقابلوا تاني وهيسافروا العالم كله مع بعض وبيودعها. وبتعدي سنة وبيكون البطل حقق ذاته وعاش مرفوع الراس زي ما متوسط، وبيقرر انه يسيب ده كله وياخد تذكرة ذهاب من غير عودة، وانه ما يرجعش للبلد اللي كان بيعافر كل يوم عشان يقدر يعيش فيها بعد ما بيكون خد تسريح الإقامة، وانه هيروح يعيش نفس المصير في دولة تانية. وبيروح يقابل البطلة في لحظة من الشوق بعد غياب سنة. وما تنسوش تقولولي ايه رأيكم في قرار البطل انه قرر يسيب كل حاجة كان بيكافح عشانها. سلام.